السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تابعوني على القناة الرسمية للشيخ محمود المصري. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا حضراتكم عارفين ان كان عندي قناة اللي هي القناة العامة ديت، كان عليها 1,800,000 مشترك، وكان عليها حوالي 4600 فيديو بفضل الله سبحانه وتعالى. القناة ديت نشرت عليها أكتر من 220 فيديو دعما لأهلنا وأحبابنا في غزة، فتم إيقاف تلك القناة. طبعا كل هذا فداء لأهلي وأحبابي في غزة وفلسطين، والله فداهم 1000 قناة. فانتقلت للقناة اللي هي كانت الاحتياطية، اللي هي قناة روائع الشيخ محمود المصري. دي كان عليها 2100 فيديو، وعليها تقريبا حوالي 500 حاجة و70 ألف مشترك. فاشتغلت عليها شوية، تمام، ونشرت عليها ما لا يقل عن حوالي 100 فيديو أيضا نصرة لأهلنا وأحبابنا في غزة بفضل الله سبحانه وتعالى. فتم إيقاف هذه القناة الأخرى، وطبعا الاثنين مهددين بالغلق، ولذلك أنا لا أنشر عليهم شيء علشان ما يغلقوش. بقول خلي الفيديوهات موجودة عشان الناس تستفيد منها بدل ما تغلق خالص فتمحى من على اليوتيوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان في قناة كنت فاتحها بعنوان القناة أو قناة المرأة المسلمة. فطبعا أنا غيرت اسمها لسبب، لأن كلمة قناة المرأة المسلمة قد يهيأ أو يخيل لبعض أحبابنا أن هي خاصة بالنساء فقط فيعرض عنها الرجال، فغيرت العنوان وسميتها القناة الرسمية للشيخ محمود المصري. أظن هي عليها دلوقتي حوالي 106 ألف مشترك، وعليها عدد فيديوهات يعني أقل طبعا من القناتين التانيين، لكن هي دي اللي هتتابعوني عليها. وسأضع لكم الرابط بتاع القناة الجديدة أسفل هذا الفيديو، سواء في الوصف بتاع الفيديو أو في التعليق بتاع الفيديو، هيكون تعليق مثبت، أول تعليق بفضل الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله تابعونا في هذه القناة لحد ما تغلق ونفتح بقى قناة رابعة إن شاء الله، وإحنا معاكم إن شاء الله لحد آخر لحظة في حياتنا. مهما أغلقت القنوات، لو أغلقت 1000 قناة هنفتح القناة رقم 1001 لحد آخر لحظة في حياتنا. لما سئل الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة: إلى متى تطلب العلم يا إمام؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. وهنا برضو بقول لحضراتكم مع الدعوة إلى المقبرة لحد آخر يوم في حياتنا. أذكر لما كنت بقدم برنامج ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم على قناة اقرأ، فكان إحنا استمرنا في البرنامج ده أظن حوالي 7 سنين ونص 8 سنين حاجة زي كده. فجاء مدير القناة سألني سؤال جميل جدا، فقال لي: يا شيخ محمود، عايز أسألك سؤال بس ما تفهمنيش غلط، يعني ما تفهمش ان انا معترض على استمرار البرنامج ده. انا سعيد جدا لان البرنامج واخد البرنامج رقم 1 طوال ال7 سنين ونص، واخد افضل برنامج في قناة اقرأ. فانا حريص ان يستمر البرنامج، بس عايز أسألك عندك مادة تقدر تكمل بيها البرنامج لحد امتى؟ قلت له: لو توافقني فانا الحمد لله عندي مادة للبرنامج اكمل بيها لحد اخر يوم في حياتي. قال لي: وانا معاك ان شاء الله. وبالفعل وقت ما كلمني كنا ساعتها بقالنا حوالي 7 سنين بنقدم البرنامج كل أسبوع بفضل الله حلقة على الهواء مباشرة. فأنا في الوقت ده كنت كمان محضر 200 حلقة بفضل الله علشان نقدمها في بقية السنوات اللي موجودة اللي عايشين فيها، وما زلت كنت بحضر كمان بفضل الله سبحانه وتعالى إلى أن تم إيقاف البرنامج. يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكان أحب برنامج وأعز برنامج على قلبي، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. إن شاء الله يكون في عوض إن شاء الله عن هذا البرنامج. في برنامج دلوقتي بقدمه اسمه ليلة في بيت الصحابي، وأبشركم إن شاء الله قريبا جدا يعود برنامج ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لسه لحد الآن لم نقرر نطلع بيه على أنهي قناة لسه إن شاء الله، فنسأل الله عز وجل التيسير. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأرجو من حضراتكم نشر الرابط بتاع القناة الجديدة، ولكم إن شاء الله مثل أجر كل ما ينشر على القناة، فالدال على الخير كفاعله. أنا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.